السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض شاي الكرك. بس قبل اي حاجه ما تنسونيش في لايك للفيديو، وسبسكرايب القناه وتفعيل الجرس، ويلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض شاي الكرك. هيعجبكم على فكره، شاي حلو خالص. احنا كل اللي محتاجينه حاجة نعمل فيها السكر الأول. طبعا بنكرمل السكر الأول. هناخد زي كده، يعني ادي معلقتين، 3 4 5 6. تمام. انا حطيت 6 معالق شاي تمام من السكر. دول هكرملهم الاول على النار. تمام. وهنحتاج في شاي الكرك حبهان اهو، هنحتاج حبهان، وهنحتاج قرفة. بس هي المفروض قرفة اعواد، بس هي للاسف مش موجودة عندي حاليا، بس عندي اللي هي البودر، قرفة بودر. تمام. على نار هادية كده زي ما انتم شايفينها، اصغر شعلة على نار هادية. هنحط السكر بتاعنا. تمام. وهنكرمله، هنسيبه لغايه ما يتكرمل، ما يتقلبش فيه كتير عشان ما تمررش. تمام. اول بقى ما يتكرمل تقومي حاطه عليه، نازله عليه بكوبايه ميه. انا نزلت كده ب3 حبايات حبهان، فتحتهم. تمام. في حبايه بتجري هنا اهي. وهحط دلوقتي القرفه، بس مش هحط كتير، بس كده. وهحط الشاي، هروح اجيب الشاي. انا حطيت دلوقتي في حدود معلقه شاي. تمام. شاي عادي، هي اصلا بتتعمل بالشاي الخرز، الشاي اللي هو الليبي او اللي هو بتاع مطروح. تمام. بيتعمل بشاي خرز، مش عايزين نقول ماركات وكده. تمام. بس انا حطيت شاي عادي. لو عايز تحطي شاي عادي، عايز تحطي شاي خرز، بس الاحسن الشاي الخرز بيديها طعم وتست عالي. تمام. وهنحط عليها اللبن بتاعنا. ادي اللبن بتاعنا، بس كده. بجد الريحه فظيعه بجد، يعني الريحه تحفه جدا. انا جبت مجين عاديين، مج عادي خالص. تمام. وديت عشان اصفي بيها الحاجات بقى اللي هي الشاي بقى وكده. الريحه يا جماعه، الريحه ما تتوصفش بجد، الريحه فظيعه. بس الجمال، ريحته فظيعه.